السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى النهاردة هنعمل حاجة حلوة كده تحفة؟ بلح الشام معظمنا بيحبه قوي قوي من بره، فاحنا هنعمله في البيت بطريقة حلوة جدا، وهيكون كمان احلى من بره ومقادير مظبوطة، وهيكون بصوا طري من جوه ومستوي طبعا مش عجينة، ومقرمش من بره. بجد هيبقى تحفة لو مشيتي على المقادير مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه بقى هبتدي اعملها الشربات. عندي هنا الحله، حطيت كوبايه سكر، كوبايه ونص، وهحط عليها كوبايه ميه. طبعا كده مش هقلبه خالص غير لما يجي يغلي. ماشي، انا مش هحركه. اول ما غلي كده هبتدي بقى اقلبه. طبعا بنحط نص ليمونه، وكمان ظرف فانيليا. هحط بقى ايه ظرف فانيليا. ودلوقتي بقى هبتدي اعمل العجينه بتاعت البلح الشام. هحط كوبايتين ميه، وهحط عليهم معلقه سكر، وهحط عليهم معلقتين من الزيت. هقلبهم كويس جدا، واول ما يغلي كده هبتدي احط الدقيق. هحط دلوقتي 3 كوبايات دقيق، ولو عوزتي كوبايه تاني او نص كوبايه هحط، بس على اساس ان الميه هي اللي ايه هتخليني اعرف ازود الدقيق ولا لا. طبعا مش عايزاها ايه عجينه، لا انا عايزاها عجينه ماسكه زي ما انتم شايفين كده. هحط نص كوبايه كمان، وهقلبهم كويس جدا لحد ما يبقوا عجينه. الدقيق ده يختفي خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي العجينه حلوه وطريه وجميله. هسيبها بقى تبرد، احطها كده في بوله تانية عشان تبرد. بصوا كده بردت معايا. اول ما بتبرد خالص بضيف بقى ايه كيس من فانيليا، وهحط البيض. زي ما انتم شايفين كده انا هحط 3 بيضات. ماشي، اول ما هنزل البيض كده هتلاقي العجينه طبعا فصلت معاكي كده. فعادي دي خالص، ما تقلقيش، هتقعدي تعجني فيها لحد ما البيض يختفي خالص، وهتلاقي بقى العجينه لمت معاكي. معلش انا هعجنها بايديا، فانتي بقى براحتكم بقى. ممكن تحطيها تضربيها بتاع المضرب او الخلاط الكبه، بس انا بحب اعجنها بايديا. زي ما انتم شايفين جبت كيس الحلواني وحطيت القمع، وهبتدي بقى ايه احط العجينه وهقليها. زي ما انتم شايفين كده العجينه طبعا طريه وحلوه قوي، هتنزل معاكي بمنتهى السهوله. هنتاكد بقى وننزل العجينه دي خالص في قلب الكيس. زي ما انتم شايفين بصوا عامله ازاي، سهله جدا. عندي بقى هنا الحله، لازم بقى حله. معلش لو اللي عندك الطاسه غويطه عادي حطيها بقى في الطاسه. انا عشان يبقى الزيت كتير ببتدي ايه الزيت يكون بارد. هنزل البلح الشام وبالمقص، المقص كده وتنزليها، تقصي كده وتنزلي. واول ما تلاقي المقص ابتدى يلزق كده هتحطيه في قلب طاسه الزيت، تديني منها وتقطعي. بصوا ما شاء الله هتنفش كده معاكم وهتبقى حلوه قوي. بصوا انا هخليني معاكم كده عشان هتشوفوا بقى العجينه نفشت كده وهتبقى تحفه، واللون هيبقى بجد حلو قوي. بس شكلي كده انا هغير الطاسه. بصوا هشوف كده لو لقيت الكميه كده زادت فهنبتدي بقى نغير الطاسه. بس خليني معاكم دلوقتي وشوفوا ايه العجينه عملت ازاي. بصوا ما شاء الله بتبتدي تنفش، بس بنوسعهم على بعض. بس الطاسه بصوا عامله ازاي، الحله باظت بس بتصرف. ما شاء الله دلوقتي بقى نزلتهم في، عملت طاسه تانية. بصوا ما شاء الله عملت ازاي، ما شاء الله تحفه. وعملت كمان ايه دواير كده بنفس الشكل. دي تحفه تحفه بجد، حلوه قوي.
بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده هعمل معاكم طاسه تاني. بصوا اول حاجه عشان طبعا المقص ما يلزقش زي ما انا قلت لكم، هتحطوه في قلب الزيت. طبعا هي الطاسه عشان سودا كده حاسين ان الزيت اسود، انما لا، الزيت مش اسود. بصوا دي واسعه عن الحله طبعا. طبعا بعد ما احمرت وانا وريتها لكم في الاول كده، طلعتها وصفيتها وبقت بالشكل ده. بصوا شكلها بقى لونها ذهبي وتحفه، ومن جوه كده ابيض، وبجد تحفه تحفه ومقرمشه. يعني انا الصراحه في الفيديو اللي قبل كده عملتها قبل كده في القناه، ما شاء الله كانت يعني ما شاء الله وريت لهم الصوت يعني. بعد كده حطيتها في قلب العسل. العسل زي ما انتم عارفين ووريته لكم ما يكونش تقيل ولا خفيف، انا بحبه مظبوط، ما بحبوش تقيل. بس طبعا انت حرة، في ناس بيحبوه تقيل. زي ما انتم شايفين كده بصفيه من العسل، وبعد كده بحط الكمية التانية. بصوا ما شاء الله، بصوا من جواها قلبها ابيض ازاي، ما شاء الله حلوة وطعمها جميل جدا. بجد جربوها هتعجبكم قوي، وعلى طول تعملوها. انا عملتها لحد دلوقتي كتير يعني، كل ما بيبقوا حابين ياكلوا حاجة مسكرة بعملها عشان بلاقيها سهلة. بصوا بقى الدواير دي تحفة تحفة تحفة، بجد حلوة جدا. يعني انا بقى لو فكرت هعملها تاني هعمل بقى الدواير دي عشان عجبتني. يعني بصوا الواحدة ما شاء الله بتشبع يعني، وطرية كمان، يعني بجد حلوة قوي قوي. بصفيها كويس جدا واتأكد ان هي اصطفت من العسل، وبعد كده بقى ايه هنقدمها. وما شربتش معايا زيت كتير على فكرة، يعني ما شاء الله ما شربتش معايا زيت. بصوا تقديم بقى كده وزي ما انت حابه. ممكن تحطي بقى عليها جوز الهند، تحطي عليها مكسرات، بس انا بحبها يعني ساده، بحبها كده. ما شاء الله. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.